السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير كتير. جايلكم فيديو جديد، وقبل ما نبدأ الفيديو هنصلي على الرسول ونسمي الله عليه افضل الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله، دلوقتي احنا هنبدأ مع بعض بقى فنجان قهوة عشان ايه؟ نظبط الدماغ. مش هعرف اعمل حاجة للفنجان القهوة بتاعي ده. اوكي، احنا بقالنا كتير ما شربناش مع بعض قهوة، فقلنا يلا نشرب مع بعض كده ونروح نبتدي ونسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ايه النهارده يا سارة؟ هنعمل ايه؟ احلى اكلة مصرية بقى. بصوا، مفيش حد ما بيحبهاش. هتسيب شرب بقى. الشتا عاوز كده والله يا جدعان، والله العظيم مش عارفه انا بكلمكم وبرتعش وستاني بتخبط في بعضها كده من السقعه. ايه ده يا جماعه؟ في ايه؟ الجو عامل ليه كده؟ ربنا يصلح معانا يا رب. عارفين لو هي شتت الجو هيبقى كويس. والله العظيم ما انا قادره والله العظيم بمنتج الفيديو وانا مش قادره. ايه يلا، المهم انا معايا هنا بطاطستين كبار يا بنات، ومعايا جزرتين كبار، ومعايا اللهم صل وبارك بصلتين كبار، وكم فصوص من الثوم حلوين كده محترمين، وطماطمايه او طماطمتين، ومعايا كوبايتين عدس حلوين كده غسلاهم نقيهم وغسلاهم كويس ومصفيهم. ويا بنات يلا تعالوا بقى نشوف العدس بتاعي. اول مره اعمل العدس يا بنات، اول مره. وانا عجبكم يعني ايه طريقتي فيها؟ على فكره يعني كل الناس بتعملها زيي، بس انا بقى ايه بحط لها مثلا ايه حتت من الدهن كده زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، بتخلي العدس في مكان تاني خالص. ولو عندك بقى الماسوره اللي انت بتجيبها كده مع اللحمه دي تحطيها، تبقى تحفه 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 يا بنات. والله العظيم يعني جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا جدا. اللهم بارك. انا هنزل هنا يا بنات، حطيت الدهن بتاعي كده وحطيت كمان زيت، وهنزل بالبصل بتاعي الاول هلوحه شويه كده لحد ما يدبل معايا، وبعدين هنزل ببقيه المكونات اللي معايا. خلاص، اللهم صل وبارك على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. حبيبي يا رسول الله، هلوحهم كلهم كده مع بعض يا بنات كده، اخليهم كده ايه ينموا مع بعضيهم كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وافضل اقلب كده. ريحتهم تحفه قوي يا بنات. واقوم اضيف الطماطم بتاعتي كده وافضل اقلب كده الوحهم في بعض كده. وبعدين هنزل يا بنات بالميه. الميه بتاعتي بقى هغطي ايه الخضار بتاعي ده كله، انا هغطيه في الميه. تمام خلاص. ولو اول مره تشوفيني متنسيش بقى تدوسي على كلمة الاشتراك باللون الاحمر، وكمان تدفعي زر الجرس علشان يوصلك مني كل ما هو جديد، ولايك لايك 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 علشان فيديو يفيد كل الناس. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. حبيبي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وال محمد واصحاب محمد وسلم تسليما كثيرا. طبعا انتوا عارفين ده ما هوش عايز الا كده بصراحه. يعني انا كنت هعمل قرنبيط، رجعت في كلامي تاني وقلنا لا، ما تتقفلش كده. لازم تتقفل بحاجه حلوه. لازم نعمل شويه عدس وشوربه كده محترمين يدفوا كده قلبنا ويدفونا كده في الجو اللي احنا فيه ده بصراحه. وبعدين يا حبايب قلبي خلاص ضفت العدس زي ما انتوا شايفين، وانا بتكلم كتير ومبشرحش. وغطيت العدس بتاعنا كده بالميه زي ما انتوا شايفين كده. يعني الميه تبقى ايه زياده شويتين علشان خاطر كل الميه دي بتنقص، يعني بتنقص مع غلاوه الحق يعني. لا طول ما بتغلي فهي الميه بتنقص من العدس. هنا بقى بجس كده بشوف الحاجه استوت، الخضار استوى كده ولا ايه، علشان مش عارفه، مش قادره امسكها من السخونيه طبعا. فان شاء الله هو كده استوى وهقفل عليه. تمام. فانا هنا بقى يا بنات عايزه اقول لكم على حاجه. جوزي بيقول لي ايه؟ انا عايزاكي تحسسيني بايام زمان، ايام الله يرحمها. إيه العدس والاجواء بتاعت ايام زمان دي وحشتني، فانا عايزاكي ايه تحسسيني بيها. قلت له هنعمل الاتنين بس كده. حاضر. حسسك هتتفاجئوا في اخر الفيديو انا عملت له ايه. تمام، بس ايه اتفرجوا على الفيديو للاخر هيعجبكم جدا والله، وهتحسوا كده ايه الاجواء جميله جدا، يعني هتعجبكم باذن الله تعالى.
اللهم صل وبارك على الحبيب المصطفى. هما كانوا فعلا كان العشاء اتدنت عليا، فطبعا يا حبايب قلبي بقى ايه، هما كانوا جعانين، فما كنتش حتى صابره ان العدس يبرد شويه. فانا بصراحه ايه قمت، بس انا طبخه متاخر شويه، فانا قمت استعجلت قوي بقى ايه وضربته في الخلاط بسرعه كده. بس إيه، من الاحسن ان انتوا تسيبوا العدس يبرد عشان خاطر الخلاط يا بنات. فانا ربنا يستر بقى الخلاط بتاعي بعد كده. فالمهم انا زي ما انتوا شايفين كده بقى بدأت ان انا ايه اضرب الحاجات دي كلها في الخلاط. زي ما انتوا شايفين كده احنا بنحب قوامه معقول، ولا تقيل ولا خفيف. خلاص يا بنات، طبعا لو هو تقيل منكم العدس عادي ممكن تزودي له ميه، لكن انتي لو بتحبي تقيل فاعملي زي ما انا عم بعمله كده. اللهم بارك، هو قوامه حلو مش تقيل يعني مظبوط. اللهم بارك والله العظيم يا بنات. يعني ما مش قادر اقول لكم يعني ايه، هو ما قعدش معانا الله طبق واحد صغنن كده، والله العظيم زي ما بقول لكم كده خلص. العدس خلص هنا خلاص يا حبايبي. خلاص انا ضربت العدس في الخلاط زي ما انتوا شايفين كده، وحطيته في حله، وفي نفس الحله اللي انا سلقت فيها طبعا انا نزلت بقطعه من الزبده زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. وهبدا بقى ال ال اللهم صل وبارك التركايه بقى الجميله بقى بحبه شعريه كده حلوين محترمين، نحمرهم لحد ما يبقى لونهم ذهبي كده بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي، وننزل بالعدس بتاعنا. اللهم صل وبارك على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. حبيبي يا رسول الله. إيه اللهم صل وبارك. انا عامله لكم بقى حته، بصوا حبه فته يستاهل بقك، والله تستاهل بقك. ايوه بقى، ما انا عايزه بقى احسسه بالاجواء بتاعه مامته. هنا خلاص يا بنات. الشعريه زي ما انتم شايفين كده بقت لونها ذهبي جميل كده. هنزل بقى بالعدس بتاعنا اهوت. اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. وهقلبها كويس بقى علشان خاطر الشعريه بتاعتي في قاع الحله كده. انا عايزه بقى ان انا اقلبها كلها كده مع بعض كده. وكمان بقى اقوم حاطه لها التوابل بتاعتها بنات، عباره عن مرق الدجاج اهوت. انا ببدا بالمرق اهوت الاول، تديها طعم تاني خالص. وحبه من الكمون، وحبه من الكزبره الناشفه، وملح وفلفل اسود وبابريكا. طبعا لو انت عندك شطه عادي ده اختياري، انا ما كانش عندي شطه بصراحه، هم كانوا عايزين نفسهم في الشطه فيها، بس انا ما لقيتش شطه عندي. والمقادير انا كتبتها لكم اهوت على الشاشه طبعا علشان خاطر ايه. طبعا اللي عايز بقى يجرب بقى العدس بتاعي امال ايه. هنا بقى بنقلب التوابل كلها كده مع بعض كده حلوه، وبعدين نسيبها بقى تغلي غلوتين كده يا بنات ونطفي عليها. وبعدين بعد ما نطفي عليها بقى تعالوا نشوف بقى نعمل ايه بقى. الفتة الجميلة اللي تستاهل بقكم يا بنات، والله العظيم تستاهلكم انتوا حبايبي. والف الف شكر لحضراتكم كلكم جميعا. بس لا تنسونيش باللايك ارجوكم، والله انا عايزاكم يعني انتوا تنسوا اللايك. كل سنه وانتوا طيبين يا احلى اخوات. هنا انا حسيت ان ايه دلع شويه، وانا بصراحه بحب الحاجه تكون مظبوطه، فضفت لها ملح كمان. بصوا خطيره 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 والله. اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. هنا بقى يا بنات بقى عندي بقى ايه مقطعه كده رغيفين حلوين كده. بحب ان انا اعمل الفته كده ايه بتاعه العدس كده، ايه بتبقى طعمها تحفه بصراحه. هنا بقى نزلت بقطعه من الزبده زي ما شفتوا، وحبه من الزيت. وطبعا بقى ايه الوح العيش كده بالزبده والزيت كده، اخليهم ايه اخلي العيش يدي لون ذهبي كده حلو قرمش، واقلب كويس جدا لحد ما الزبده تسيح كده. اللهم صل وبارك على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. حبيبي يا رسول الله، قولوا لي انتوا عاملين ايه في الجو اللي احنا فيه ده، قولوا في الكومنتات، وقولوا لي ايه رايكم كمان في العدس بتاعي. هنا بقى بعد ما العيش خلاص ده لون جميل كده ذهبي، نزلت بحبه حلوين كده من العدس بتاعي. وبعدين ابدا بقى كنت انا عملت الرز. بدأت بقى ان انا اعمل طبقة من العدس وطبقة من الرز بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. الف هنا على اللي اكل منه يا ربي، والف هنا على اللي شاف واللي هيجربه باذن الله تعالى.
وابدا بقى ايه احط حبه كده على وشي كده يا بنات. وما تنسونيش بقى باللايك، انا قلت لكم اهو بفكركم لاخر وقت عندي، بفكركم باللايك لايك 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 لايك. إيه، وما تنسوش تصلوا على الرسول حبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، قلبكم يطيب طبعا عليه افضل الصلاه والسلام. حبيبي يا رسول الله، تحفة يا بنات والله العظيم، كان تحفة تحفة. بصوا خطير، مش قادرة اوصف لكم جماله وحلاوته. يا الله، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. عظمة عظمة يا سيدي يا سيدي. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم؟ انا عايزاكم تقولوا لي في الكومنتات ايه رأيكم. هنا بقى بغرف العدس كده في طبق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، قوامه حلو ولا تقيل ولا خفيف، بسم الله ما شاء الله اللهم يبارك. وطبعا لو لقيتوه تقيل زودوه بميه عادي وهيبقى زي الفل. بصوا هنا بقى، اللهم بارك اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. حبيبي يا رسول الله. تعالوا بقى شوفوا الاجواء اللي انا عملتها له. هتضحكوا عليا والله. إيه، انا خليته يعني ايه، انا اقول لكم اهوت بس اللي دي امجي عند الضجور. انا خليته هنا يشغله تحت علشان ما يهببليش الدنيا بصراحه، عشان انا بخاف منه. قلت له الفيلم بتاع ايه، طاقية الاخفاء. باي باي.